السلام عليكم. انا طالعه اتكلم ومش عارفه انا طالعه اتكلم في ايه ولا في ايه بجد بجد. بس اول حاجه عايزه اقولها عار عليك يا سعوديه، عار على السعوديه، الارض المقدسه، الارض اللي عليها الكعبه، الارض اللي عليها اقول ايه، بس الارض اللي بيركعوا لها جميع الامم تجري على السعوديه لانها قبله الاسلام. عيب عليك يا سعوديه، عيب عليكي. عملتي كباريه في ارضك ودنستيها، دنست الارض، حطيتي ايدك في ايد الكفره ضد المسلمين. انتوا بتعبدوا ايه؟ انتوا بتعبدوا ايه؟ عيب عليكم، عيب عليك يا اسرائيل. اما جايبه رقاصه بتاعت افلام اباحيه ترقص على الارض المقدسه، عار عليكي، عار عليك يا سعوديه، عار عليكي. لو طلع كده من اللي ما يتسموش، هم اصلا كده، هم اصلا كده كدابين وانجاس وفيهم كل العبر، لكن تطلع منك انت ازاي يا سعوديه؟ وعار على العرب، عار على العرب سكوتهم للي بيحصل واللي احنا بنشوفه ده، عار على العرب سكوتهم. حاول تعمل اي حاجة، حاول تعمل اي حاجة. معلش، احنا موقفنا كمصريين معروف، معروف ان احنا بنساند القضية الفلسطينية من قديم الازل، واحنا بنساندها وهنفضل نساندها، الا انهم يوصلوا للمخطط بتاعهم في دخول سيناء واستوطانها. لا، الا كده. وكمان الفلسطيني عارفين كده كويس قوي، عارفين كده، عارفين موقفنا ده ومقدرينه كويس قوي، وهم نفسهم بيقولوا احنا مش هنغلط غلطة 48 تاني. غلطة 48 لما هجروهم من اراضيهم وما دخلوهاش تاني، مش هيغلطوا. واحنا برضو مش هنغلط غلطة ان ارضنا يستوطنها حد تاني. مهما كان، مهما كان الارض دي مليانه وشبعانه بدم الشهداء، بدم ولادنا واخواتها واهالينا، شبعانه بدمهم. اللي بندفع ثمنه دم صعب قوي ان احنا نتنازل عنه. احنا كلنا فدا ارضنا، فدا ارضنا. لو رسيت ان احنا هندفن فيها هندفن، بس مش هنسيبها لحد، مش هنبقى ابدا ابدا فرصة ولا سلم لحد يطلع علينا وحد يعمل حوار. القضية معروفة من الأول والقطة كلها باينة من سنين، من سنين. وبعدين مش احنا ما بنريلش ولا هبل ولا عبط عشان نخش ان احنا في الدايرة ديت. معلش، خليكوا عارفين ان مصر خط احمر، مصر خط احمر. وانا بحيي الرئيس اردوغان، الرئيس ده انا بحترمه وبحترم الكلمة اللي قالها بمنتهى الشجاعة. اليمن البلد العربية اللي دخلت التاريخ كده من أوسع أبوابه، على الأقل رفعت سلاحها، رفعت سلاحها. ويوم ما الموضوع هيجرنا اتقوا شرنا، اتقوا شرنا كمصريين. وخليكوا فاكرين كويس قوي ان المصريين خير أجناد الأرض، خليكوا فاكرين. وطبعا مستحالة تكون نسيتوا، اصل اللي كان على قفاه قبل كده مش هياخد، مش هينساها. بس انا عايزه اقول على حاجه بقى للعرب. التفرقه اللي انتوا فيها دي اول الجبنه، بتقوي الجبنه. لازم تتفقوا ولازم تقربوا لبعض ولازم تمسكوا في ايد بعض. العرب لو اتفقوا مفيش قوه على الارض هتقف قصادهم. انتوا التفرقه اللي انتوا فيها بتقوي الغرب، بتقويهم. اديكوا شايفين، ادي امريكا داخله بقلب جامد، داخله بقلب جامد، مش بتتكلم معاهم على انها بتساند وبس، لا دي بتساند بكل حاجه، بالاسلحه وعامله على الارض. اقول ايه، يعني كانها حاطه جيشها على ارضهم، حاطه جيشها على ارضهم. انا عايزه بس اوصل للشعب الاسرائيلي، خلي بالكم من الشعب الفلسطيني. الشعب اللي تهون عليه ارواح ولاده ويقف على رجله تاني لازم تخاف منه. الأم اللي تشيل ابنها ميت ميت قدامها وتقف على رجليها خاف منها، خاف منها. الأب اللي يمسك ابنه بإيده ويقعد يضحك في وشه وهو نايم ويقول ده ميت وهو نايم، مش عارفة، خلاني أنا نفسي ما بقتش قادرة استوعب
الاب ماسك ابنه وعمال بيضحك في وشه وبيقول ده نايم، ده نايم. خلي بالك منه، خلي بالك منه، مش ده اللي ينفع تقف قصاده، ولا بدباباتك ولا بصواريخك ولا بأي حاجة. ده واقف أعزل وأقوى منك. وربنا يقويكوا، ربنا يقويكوا. أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل واللي أنا شايفاه، والسكوت الغريب والصمت الغريب. لا عايزة كلمة نشجب ولا نجين ولا مش، لا مش عايزين الكلام ده. عايز كل اللي في ايده حاجة يعملها. عايزة اقول للسعودية زي ما وقفتي في ايدك في ايدنا في 73 ومنعتي البترول عن اسرائيل، ليه ما تعمليهاش تاني؟ ليه؟ مين اللي ابقالك؟ ولا انت ماشية على نظام الايد اللي ما تقدرش عليها تبوسها، تبوسها؟ خلي بالكم، اللي يستقل بيك دلوقتي لو كلك على قفاك وسكلت بكره يديك بالشلوت. وبفكرهم بكده. والعرب اللي بيتاخدوا بلد ورا بلد ورا بلد بيتفرجوا على بعض، هما بيتاخدوا بلد ولا بلد. اما اتاخدت العراق اللي كان رئيسها اسد، اتاخدت العراق وقفتوا تتفرجوا، دخلوا بعد كده على سوريا، وقفتوا تتفرجوا، دخلوا بعد كده على لبنان، دخلوا على لبنان. ده كل الفرجة اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي كل بلد هتيجي بعدها والتانية هتتفرج. انتوا عارفين النكتة اللي كان بيقولها او الحكمة اللي كان بيقولها الراجل العجوز لأولاده اما لمهم واداهم حزمة وقال له كل واحد فيهم خد اكسر العود ده، بقى يتكسر بسهولة، اكسر العود ده اتكسر بسهولة. اما اداهم الحزمة وقال لهم اكسروها ما اتكسرتش. عرفت وصل لهم ايه؟ ان انتوا لما تكونوا اخوات وحاطين ايدكم في ايد بعض ما بتتكسروش. فانا عايزه الحكمه دي توصل للعرب. ايدكم في ايد بعض ولا مخلوق هيقدر عليكم، ولا مخلوق. امريكا هتركع لكم، امريكا هتركع لكم. اما تلاقي كل الدول العربيه دي، انتوا ليه مستقلين بنفسكم؟ مستقلين ليه؟ ده المسلم قوته في ايمانه، قوته في ايمانه، مش في ايده، مش في قوته في رشاشه ولا القنبله اللي ماسكها، لا بايمانه ان هو عارف ان هو لو مكتوب له عمره هيعيش، لو مكتوب له شهاده فدي هتبقى نعمه من عند ربنا. فانا بقول اتحدوا، اتحدوا يا عرب واوعوا للي بيحصل. وفي نفس الوقت انسوا يلي ما تتسموا، انسوا يلي ما تتسموا، وما تفتكروش ان احنا ممكن نفرط في حبة رمل. رحنا اهون من حبة الرمل دي. ورجليكم النكسة ما تعتبش سينا، ما تعتبش سينا. وربنا يقويكم، ربنا يقويكم يا رب، يا رب يا رب يقويكم يا رب، يا فلسطين بحق جاه النبي يا رب. انا نفسي اغمض عيني وافتحها كده واقوم الصبح عليهم يقولوا اسرائيل اتدربكت على اللي فيها. انا عايز اعرف الشعب الاسرائيلي مش واخد باله بالرئيس، عمال يحطهم في التهلكه. الرئيس اللي عمال بيقول في بيانات وعمال بيتكلم ده ابنه مش في الحرب، ابنه بيتفسح. الرئيس اللي بيتكلم ده وعمال يهوهو كده بيتكلم ويخش الخندق، ما بيقفش في وش مدفع، ما بيقفش في حاجه. الرئيس ده هيوديكوا في داهيه، هيموت عيالكم ويتم اطفالكم، النسوان هيخرب لكم الدنيا. وانتوا بتتفرجوا على ايه؟ بتتفرجوا على ايه؟ الرئيس ده المفروض ان انتوا اللي تطلعوا تطالبوا ان هو ينزل. نتنياهو ده مجرم حرب، مجرم حرب، وما ينفعش، ما ينفعش يمسك رئاسة ولا ينفعش يمسك حاجة. اسألوه عن ابنه فين؟ ابنك فين؟ ابنك فين؟ يلي ما تتسمى، يلي ما تتسمى ابنك فين؟ ادعوا من قلبكم، ادعوا من قلبكم للبلد اللي انا بفخر بصمودها وبستعجب له. لكن اقول ايه؟ ده ايمان، ده ايمان، قوة ايمان، بس قوة ايمان. وربنا ينصركم، ربنا ينصركم، ربنا ينصركم، ربنا ينصركم. انا مش قادرة اتصور الصحفي اللي موته عيلته وشال ابنه ميت وراح بعد كده مسك الميكروفون ويأدي شغله، يأدي عمله. بصوا قد ايه الناس دي قلبها وإيمانها جامد. خلي بالكم، خلي بالكم منهم قوي. الناس دي لو مسكتكم بسنانها هتاكلكم، لو مسكتكم بسنانها هتاكلكم. يا رب
النصر للإسلام، النصر للإسلام وللمسلمين، وربنا يعلي راية النصر وينصركم يا فلسطين، يا رب.